مرحبا الناس الكل في قناتكم الرياضية التونسية. نحكيو على النجم رضا الساحلي يضرب بقوة اتفاق مبدئي مع نجمي الدوري التونسي في استباق لترويض نجوم الدوري التونسي من لاعبين برزوا خلال الموسم الحالي وجذبوا إليهم الأنظار. سارعت عيون النجم رضا الساحلي إلى التواصل معهم من خلال تقديم عروض لهم قصد تعزيز صفوف الفريق خلال الموسم القادم، على اعتبار النجم الساحلي من الممكن أن يشارك في رابطة الأبطال الإفريقية من جديد. وباتت في الكواليس السرية أنه ليتوال وجدت موافقة أولية مشروطة من لاعب الأولمبي البيجي أسامة بوقرة اللي بات قريب من التحول إلى مدينة سوسة. وتفيد الأخبار إلى أنه لاعب الأولمبي البيجي جلس مؤخرا خلال فترة التحضيرات لنهائي الكأس مع أسماء بارزة من نجم الساحلي، وأبدى رغبته في التحول إلى ليتوال خلال المرحلة الصيفية، مشترطا حاجة واحدة أنه يتم تسريحه وكان جه عرض من خارج أرض الوطن يكون في قيمة اللاعب ويعود ماليا ورياضيا بالنفع ليه. من جانب اخر اعلم انه يوسف اومارو انه تحت انظار ليتوال لاعب الاتحاد المونستيري اكيد يخوض تجربه احترافيه خارج اسوار مدينه الرباط، وبدات هناك رغبه من فريق جوهره الساحل في الظفر بخدماته من خلال موسم او زوز مواسم الى اقصى تقدير، على اعتبار انه تقدم اللاعب هذا في السن. وحكايه انتقال اومارو الى ليتوال ما تزال بين الشك واليقين، على اعتبار انه اللاعب ما زال في مفاوضات من أجل الانتقال إلى الخليج العربي لضمان مداخيل مالية إضافية لتأمين بقية مسيرته، على اعتبار أنه السن أكيد يفرض عليه التفكير في مستقبله بعد إنهاء مشواره الرياضي. كما حكينا أكيد اللاعب يوسف أومارو وكذلك اللاعب الأولمبي البيجي أسامة بوقرة ينجم يكون الموسم القادم مع النجم الرياضي الساحلي.